دكتور ياسين، في آخر كتاب تحدثت في الفصل الثالث بالتحديد عن الاكتئاب الجماعي في المجتمع. ما تفسيرك لهذه الظاهرة؟ والله الاكتئاب الاجتماعي ده نتيجة الضغوط النفسية والمشاكل اليومية على الفرد، بحيث فعلا يكتئب، وهذا الاكتئاب يتطور ويصبح مرض نفسي، وهذا التطور طبيعي، ما الأسعار بتتطور كل يوم. ليه المفهوم عند الغالبية إن المريض النفسي ما هو إلا شخص على أعتاب الجنون؟ والله ده تفسير عندنا هنا في الشرق، لأن بيسيبوا المريض لغاية ما حالته تسوء، يعني حتى لو مش متجنن يتجنن، ولو هو عنده فيوس ضارب يستنى لما الربع كله يفرقع. في نهاية الفصل أشرت إلى أن الكثير من نصف المجتمع يحتاجون إلى الذهاب إلى دكتور نفسي. أمال طبعا الذهاب في الأيام الحالية إلى الدكتور النفسي أسهل من الذهاب إلى طوابير العيش. الشعب المصري كان ابن نكتة ويسخر من مشاكله دايما بالنكتة. لماذا اختفت النكتة؟ لا والله النكتة ما اختفتش، حتى حولوها في الافراح لما بيعملوا النكته، فلان بينكت العروسه وفلان بينكت، ده نوع. في نوع تاني اللي هو ابن نكته، واغلب الناس بقى مش عارفه هي ابن مين. ما رايك في وجوه الشعب التي يعلوها العبوس؟ دي بيعلوها العبوس من انهم مش لاقيين حق الغموس. وبعدين عاوز اقول لك حاجه، ده في منهم كتير في الشوارع ماشيين، وفي على كوبري العبوس العبور، في منهم بقى ما بيطلعش خالص، لان ما معهوش حاجه خالص، بيقعد في البيت ومن كتر اكل العيش الحاف بينام بدري ويشد عليه اللحاف. دكتور ياسين، اشكرك على الوجبه الدسمه دي. والله اذا كانت الوجبه دسمه خد لها فوار. اعزائي المشاهدين، كان لنا هذا اللقاء مع خفيف الظل الدكتور ياسين. نشكركم والى اللقاء في حلقات قادمه. هنا بيقع موطن الدكتور ياسين. مساء الخير يا دكتور. مساء النور. دكتور ياسين هنا بيستحمى. ايه؟ قصدي بمر على العنابر. مين حضرتك؟ اصل احنا جايين له من اسكندريه. اهلا وسهلا، اتفضلي. احط. انت هبل؟ انا هديها لكم الدكتور ياسين حالا. دكتور ياسين، دكتور ياسين، لو انت موجود اديني اشاره، اي اشاره. دكتور مفيش اشاره، وهي دي المغاره. حظك ضرب يا قاسم، بس الشطاره ادي المغاره مع السبع عيال. افتح يا فلفل. حلو قوي، هو ده الكلام. ايوه، تفاح، هو ده التفاح ولا بلاش؟ تفاح يقتل امامي، تفاح. اصبر عليا. ايه رايك بقى؟ لذيذ التفاح. دكتور يلي بتاكل الملوخيه على انها باميه كلت ايه؟ معلش يا دكتور. طب ما فيها الموز اهو، خدت موز ليه؟ ما تقول عينك، ما فيش العنب لو في والله اخضر احمر الموز اصفر. انت بتاكل من ورايا، وانا اقول يا رب في فيران في المنطقه، انا اسف، في حيتان بتلهط. صدق بالله اخر مره اشوفك تيجي وتاكل هنا، معلش والله في سماه ارميك في عنبر 80.
كله سواقين اتجننوا عشان البنزين. لا ارجوك اوعى، ارجوك بلاش عمر 80. اوعى. انا على بال ما اوصل للباب اخد 3 4 ساعات، حرام عليك. ايوه يا دكتور. انت جاي عاوز ايه هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ معلش يا دكتور سامحني، اولا لازم تسامحني. انت عارف ان النفس البصريه بتبقى نفس ايه وبصريه؟ هنخش في نفس ايه وبفس لا ايه؟ بتبقى ضعيفه قدام الحق. وانت كل يا سيدي اتكلم يا حبيبي. صدق بالله لو حكموك على مريض ايوه عبال ما تفهموا ان ده دوت يكون مات. لا ما مش انت في ايه يا ابني؟ ايوه انت اسنانك في قفاك؟ لا انا عاوز حضرتك ماما ماما انت جاي عاوز ايه؟ قول لي خلاص. ايوه عشان ليه؟ اخ ولا اخت انا مالي؟ افتكرت. انت جاي ايه؟ ايوه الدكتوره هانه كانت عايزه حضرتك ضروري عشان الدكتور هو انا هروح؟ لا لازم ولا انا مش كده؟ لا لازم تلبس. يلا ده ايه ده؟ سنينك الطلاق. ده ايه ده الحزام ده شد معايا. انت قافله ولا فتح؟ شد يا عم قافل. هو دكان انت بتسحب جاموسه. بتسحب جاموسه. اوعى هو صيني. انا عارف ان ده صيني ما يبوظش غير مره واحده وبعد كده يبوظ. خلاص استنى لحظه واحده. يلا وي وي مش جايب الويل. حلوه رجب استناني بره دلوقتي. بتقول لك ايه؟ استناني بره دلوقتي. ها خليك جوه وانا وانت يا دكتور استر نفسك وحصلني على عنبر الكشف. والله هي من فصيلة الزواحف. انت عايز ايه؟ يا اختي بالراحه على الواد شويه، الواد ده هيفطس كده. كل ده واد؟ قولي لها يا ابله ان انا مش ولد، امال ايه؟ بنت. لا انا مش فاضيه، انا ورايا حاجات كتير هعملها وبعد كده دكتور ياسين يجي لكم حالا. اهلا شرفتوا. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا اخويا. اهلا يا ستي. حضرتك الدكتور ياسين؟ خير ان شاء الله. انا يا اخويا جايه لك من طرف الدكتور حسام في اسكندريه. دكتور حسام ده صديقي. ده معرفة دكتور مصطفى. خير يا اخويا الواد ابني طالع في دماغه انه بنت. فانا برضه فاكر نفسي واحده ست. ايه؟ لا يا عجب يا رجب. ايوه يا دكتور. الحالة اللي قدامك دي تاخدها اديها الدكتور رياض وخليه يكشف عليها من الخارج بس ويعمل تحاليل وابعت لي التقارير. انا اتفضلي حضرتك. مش انا لا استنى. انا يا تمامجي. ايه؟ لا ابعد كده، انا لسه متوضي. اعمل اتفضل قدامي. اتفضل تعالى حضرتك. اتفضل. اروح معاهم يا دكتور؟ اتفضلي. يلا اتفضل. يلا حضرتك اتفضلي. يلا الواحد يتوضى تاني. يلا. الو، هنا مستشفى المجانين بالعافيه، تحت امرك. لا الدكتور ياسين مش موجود دلوقتي. انا رجب مين؟ لا مش استشاري. يعني ايوه لا مش لا مش قوي كده. بقول لحضرتك انا رجب، انا كبير الممرضين، دراع الدكتور ياسين اليمين. ارتحت، مع السلامه. عجبك كده يا صاحبي؟ ها؟ ارتحت انت؟ كل ما نهب ودب يقول راجب وانت ولا هنا. انا عايز اعرف بقى انا ايه في المستشفى دلوقتي؟ ها؟ قول لي انا ايه في المستشفى دي؟ انت عارف ان انا بعمل كل صغيره وكبيره في المستشفى وما باخدش منك غير التريقه والتهزيق. انا المفروض كنت ابقى دكتور بس السكه قربت معايا شويه فبقيت، بس برضه يعني مش للدرجه دي. انا صورتي المفروض تبقى جنب صورتك. قول لي ايه الفرق بيني وبينك بالظبط؟ قول لي ايه الفرق؟ يا خسارتك في البهدله يا رجب. مفيش فرق بيني وبينك خالص. انت بتلبس بالطو وانا بلبس بالطو. انت عندك دماغ تفكر وانا برضه عندي دماغ افكر بيها. انت بتقول شويتين مع العيانين، انا اعرف اقولهم واقول اكتر منهم مع العيانين كمان. يبقى ايه الفرق؟ ايه اللي بيحصل معاك ده يا رجب؟ ادخل.
زرع برع واستخبى في الورق. ما شاء الله. اهلا بيكم في المستشفى بتاعنا. وان شاء الله هتقضوا وقت كويس جدا. انتوا اجدد مجانين عندنا، هتقضوا وقت معانا زي الفل على متن العنبر اللي انتوا فيه ان شاء الله. انت مين يا اللي انا مش عارفك؟ انت مين؟ انا الدكتور رجب. دكتور عشان كده يابس يبايط ومش شقيوب؟ لا، ما عشان افرق بيني وبين دكتور ياسين صاحب المستشفى، دايما يحب ان يعني كده ان شاء الله. شكلك بتكذب. ها؟ لا ما علينا. قول لي حضرتك اسمك ايه؟ انا شركزي. وانت؟ مش ماشي. وانت؟ حمص. هايل. هعمل بيكم طبخه تجنن، شركسيه بالحمصي والحلو مشمشي. بصوا انا هعلمكم بطريقه جديده لسه نازله، ما نزلتش الا هنا، وانا اول واحد هطبقها. طريقة ايه؟ السلك الكهربائي. ايه؟ لا طبعا الموسيقى والغناء، طريقه الموسيقى، العلاج بالموسيقى والغناء، ده معروف يعني مش معروف، انا اللي هعرفه على اساس ان شاء الله هتبقوا زي الفل. ايه؟ اوعى تكونوا واحد. انت ايه حكايتك؟ حكايتي عايز اغني واقول اهات، عايز انسى المر اللي فات. المر اللي فات؟ طب وانت ايه حكايتك؟ حكايتي وكوي همي انهم قبل ما يختيعوا زيه يسعدوا كوي بشري، يعيشوا يقيد في امان، بعدين يسافروا من القمر. والله عندك حق. وانت؟ انا حكايتي بدايتها نهايتي، كل ما ازرع خيار الاقيه قرب. عادي، ما هو ده مش يعني ان شاء الله. قولوا لي بس اهم حاجه، انا عايزكم تتفقوا على اغنيه مع بعض نبتدي بيها العلاج. تتفقوا مع اغنيه، اتفضلوا. يا بتوع التربتو قلبي مخنوق يا عالم، يلا رقصوا كوكو 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 كوكو. يا بتوع التربتو قلبي مخنوق يا عالم، ما يلا رقصوا. هو ده، برافو عليكم. ان شاء الله هتبقوا زي الفل. اتفضلوا دلوقتي على العنبر، وان شاء الله ربنا هيوفق الدنيا على بعضها. يا بتوع التربتو هو ده. يبقى افتكر بقى انا عملت ايه يا دكتور. كوكو 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 كوكو. يا بتوع التربتو قلبي مخنوق يا عالم، ما تروحوا ترقصوا كوكو 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 كوكو. مين انتوا؟ احنا الفراخ. وايه اللي طلعكم من العشه دلوقتي؟ كنا هنتذبح قلنا نهيب. ومين اللي عاوز يذبحكوا؟ الوزير بيقول ان عندنا انفلونزا. طب ما البلد كلها عيانين، ما يموتوهم كلهم. انا بقول روحوا انتوا بس العشه دلوقتي، وانا لما اتعشى هكلم الوزير ما يقربلكوش خالص. انت طيب قوي يا دكتور وبتصدق بسرعه. كنا زيك كده زمان، بنصدق اي حاجه تتقال لنا. انتوا عايزين ايه؟ عايزين نقول لك يعني ان احنا بني ادمين مش فياخ، وعايزين نعرف جينا هنا ليه. يمكن عشان ترتاحوا شويه. لا هم اللي عايزين يرتاحوا مننا شويه. هم مين؟ ليه بعتونا هنا يا دكتور؟ يعني عايزين ايه؟ مش عايزين منك حاجه خالص. عن اذنك. كوكو 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 كوكو. يا ترى انت فين يا مزنوق؟
طب الفرختين البيض وعرفناهم، السودا دي من زيمبابوي. حاجة غريبة الفراخ. يا ما نشوف. فراخ. هلا دكتورة لو سمحتي هاتيلي الملف 1 و2 و3 واديني بسرعة لو سمحتي. ماشي؟ مع السلامة. يا ترى انت فين يا مزنوق؟ والله حلو ده. اشمعنى انا الوحيد اللي ما بروحش الالعاب الترفيهيه كل اسبوع ورجب هو اللي بيروح، مع اني انا بشتغل كويس وباكل كويس واتخن من رجب كمان؟ انا كمان يا شعبولة مش هحضرها، والدكتوره تهاني مش هتحضرها، وبعدين بقول لك ايه، الشغل شغل. اشمعنى رجب هو اللي بيحضرها؟ راجب بيساعد الدكتور ياسين. طب ما انا بساعد الدكتور ياسين. بقول لك يا شعبولة فرمل كده عشان اجيب لك سد الحنك، انا لسه عندي شغل كتير وفي عنابر لازم امر عليها. اوكي ماشي يا راجل. ماشي. نعم. فراخ ايه؟ ايه؟ انتحرت؟ لازم ابلغ الدكتور بسرعه. ايه حالتهم دلوقتي يا دكتورة؟ مستقرة، بس هي كمية الحبوب اللي أخدوها كبيرة شوية، علشان كده هيفضلوا في غيبوبة، بس هيفوق. اوكي. دكتورة هالة تابع الحالة لغاية لما نشوف البرنامج بتاع الترفيه. حاضر يا دكتور. تعالي انت معايا. اتفضلي. خليك انت في شغلك. دكتورة لو احتجتي لي في حاجة مسداد بقى او ابعتي لي اي عيان هناك مش هيلاقيني. على فكرة يا رجب، انت كلامك بينقصه دايما الترابط المنطقي، وانا ابتديت اشك ان عندك لوس اسوسيشن. نهار اسود. يعني تفكك افكار. هو دي المشكله. افكار. بص انا هقول لك حاجه، دي انا لازم اروح معاها. يا رجب على فكره الموضوع قلب معاك بالنيولوجيزم. لا بص اللي يتكلم معايا بالجزمه انت حر بقى. ماشي يا رجب. لازم اروح معاها عشان دي اسبوع في المره. يعني انت اسبوع في المره؟ مره في الاسبوع. امشي يا رجب. تحت امرك. أنا مش عارفني. أنا تهت مني. أنا مش أنا. لا دي ملامحي ولا شكل سني ولا ده أنا. ابص الروح فجأة لقيتك بنت فجأة لقيتني. شكلك زعيانة يا دكتورة شوية وهي حاجة. حصيهم وأنا هخلي بالي من إخواتي في شيكسي وحمصي. انتوا ايه اساسا اللي صحاكوا دلوقتي؟ انتوا المفروض قدامكم مش اقل من ساعتين. ساعتين؟ احنا مش فاهمين منك يعني ايه يعني. يو بقى انت زعلانه يا دكتوره؟ زعلان. أنا اللي زعلان. أنا حلمت حلم مزعج قوي. حلمت إن أنا فرخة منحرفة. أنت زعلانة مننا؟ بصراحة مش عارفة ليه كل ما اجي اشارك في اليوم الترفيهي تحصل مصيبة وما شاركش. انت صعبان عليا يا دكتور. انا هفوقك، هخرجك من اللي انت فيه خالص. الفكر جنها شغل بالها وعقلها تاه. عالكرسي قاعدة زعلانة دي بتبكي وتقول يا بتوع التراكو قلبي مخنوق يا عالم انتوا بتكعكوا هنا ولا بكعكي عليكم من القلق؟ والله يا دكتور انا مالية اي ذنب. خلاص يلا رقديهم على السرير وطلعت لهم ميه عشان نسقيهم. يلا بيتك. في ايه يا اخوانا؟ متشكرين يا دكتوري. على ايه؟ على انك قلقت علينا. شوف يا دكتور، سهل قوي انك انت تصاحب واحد، انك صعب قوي انك انت تحبه او يحبك. وبعدين احنا كلنا بنحبك، بس يعني خليهم يزودوا لنا الاكل شويه.
برغم انك ما بتفكرش في مين اللي عمل فينا كده. بصوا بقى، مش احنا اصحاب؟ وطالما احنا اصحاب هقول لكم الحقيقه، انا عارف مين اللي دخلكم هنا وليه، بس للاسف مفيش دليل. شوف يا دكتور، احنا فعلا مش عايزين اكتر من كده. ممكن افهم يا دكتور؟ ممكن افهم ايه اللي بيحصل هنا ده؟ وانت مالك؟ دول مظلومين زيهم زي غيرهم. وبعدين؟ ايه اللي وبعدين؟ انت مالك انت؟ تعرف يا دكتور ياسين، اكتر حاجه بحبها فيك طيبه قلبك دي. هبعت لك 311. الولد هيثم بتاع اسكندريه حالته ايه؟ زي القرد، راجل يا دكتور مكتمل الرجوله. طب اسمعي بقى، ابعتهولي مع رجب قبل ما تبعتي الحاله بتاع 311، ها؟ وهات التحاليل. حاضر يا دكتور. يلا.